سمعنا عن العملية النوعية اللي عملها الأمن العام بمحافظة السويداء. سللوا مجموعة من الأمن العام السويداء وحرروا 3 أسرى من السجون الهجري. وطبعا بعد ما صارت القصة جن جنونهم هنيك، وصار اعتقالات وصار اشتباكات وصار اقتتال داخلي. حقيقة ما يجري في السويداء هو اقتتال داخلي ما بين هذه الفصائل الإرهابية التي تستأثر بالقرار السياسي داخل. أنا بعتقد أن هناك مغالطة حقيقة تتحدث عن حصول اشتباكات في السويداء وعراق وخلاف. لم يحصل أي شيء من هذا. كل ما حصل في السويداء بالشكل الواضح هو أن رئيس أو قائد الحرس الوطني العميد جهاد الغوطاني قد أقيل من منصبه. ما شاء الله على القائد، جايبين قائد جهاد الغوطاني عليه جرائم حرب، عليه جرائم مرتكبة أيام النظام، حاطينه هو قائد الحرس الوطني. ما شاء الله على الحرس، يعني ما شاء الله شو وطني يعني. وحتى الناطق باسم الحرس الوطني لم يقل أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بقضية الأسرى، ولكن بيقول أنه كان في أسلحة مش بس فردية، أسلحة متوسطة. أسلحة متوسطة وما صار شيء. يعني يجيبوا دبابات وطيارات وبعدين تقول لي ما صار شيء، يعني ما صار بنوب يعني هل يعقل أنه فاتوا أخرجوا هؤلاء الأسرى الثلاثة وخرجوا من دون إطلاق رصاص أو تبادل لإطلاق النار بين الفريقين؟ وحضرتك هذه نقطة. النقطة الثانية تقول بأنه أقيل، يعني بالصدفة أقيل بعد. قائد الغوطاني ما له علاقة بالعملية اللي صارت. إيش معنى يعني هلا أقلتوه؟ إيش معنى يعني كل هالأيام 1.5 سنة ما أقلتوه هلا أقل؟ عملية التحرير قائد ما يسمى الحرس الوطني؟ يعني بالنهاية جهاد الغوطاني مجرم حرب، كان رئيس أركان الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد أيام النظام المجرم البائد. فماذا يفعل في السويداء؟ وهل الحرية والعدالة أن تقتضي أن نولي المطلوبين للعدالة الانتقالية؟ مؤسسات بالسويداء ما؟ شوف دولة المؤسسات هي. ولا كلمة بيطلع طويل برا هالجبل. بديش هون. طلاب نازلين بدهم يعملوا طلاب بدهم يقدموا فحص البكالوريا. بصير يلي بده ينزل قواه يقوموا بأرضه اللي بينزل يعني. لا انتوا يعني هيك عاملين، انتوا هذا اسمه احتلال. يعني انتوا مثل ما ايام النظام كانوا يقلبوا اهالي المناطق المعارضة ما ينزلوا يعملوا فحص بالشام، لانه كان في لهم مراكزهم، كان في لهم مراكزهم الخاصة وكان معترف فيها دوليا. بعدين بتفرق لانه هلا طلاب السويداء فيهم ينزلوا على الشام ويقدموا فحص وما في خطر على حياته. بس ايام وقتها ايام النظام لما كان فحص البكالوريا، اذا اي حدا من الطلاب تبع ادلب بدهم ينزلوا يعملوا فحص في دمشق ما بيرجعوا، بدهم ينزلوا بيقتلون على الحواجز يعني. بس طلاب السويداء فيه ينزل يقدم الفحص ويرجع، ما بصير شيء عليه، ما في خطر امني عليه، الخطر منكم انتم. كلياتهم بتذكر اعتصام فلول وكرامة واحد. وهلا دعوا لمظاهرات ثانية بساحة المحافظة، فلول وكرامة جزء ثاني. عم يقول من زمان عم نقول لكم بدكم اعملوا رخصة، قدموا على رخصة للاعتصام، وإذا وافقوا على الرخصة تعملوا الاعتصام. على فكرة كل دول العالم، الدول الديمقراطية كلهم، أوروبا وأمريكا وكندا والدول الديمقراطية هلم جرة، أي واحدة من هدول إذا بدك تعمل أي مظاهرة أي اعتصام لازم تاخذ رخصة، وإذا ما أخذ رخصة هن من حقهم يخلوكم بالطريق. كل أوروبا يعني، إيش معنى نحن يعني أنتم ما معكم رخصة نازلين بلا رخصة، روحوا خذوا رخصة وانزلوا وبعدين كلياتكم يعني 30 زلمه ومحرز الرخصه تبعكم. يا شباب نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري، رجل لرجل. انت شو مشكلتك؟ اخي انت شو دخلك ليش؟ انت شو مشكلتك؟ انا مشكلتي انت شو مشكلتك؟ انا مشكلتي طلعتكم بلا طعمه بس. يا عمي لا مو بلا طعمه يا عمي يا شباب نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري. 50 فينا سنه فيها موظفين فيها طلاب، شو يعني فلول؟ دولة عمرها 50 فينا. التظاهر يجب أن يكون مفتوحا بدون قيود، لا يوجد قانون للأحزاب. هذا يعني أن تأسيس الأحزاب أيضا يجب أن يكون مباحا
يعني طالما لا يوجد قانون هذا يعني إباحة الأمور. رفقة الشهداء هلا بيطلع بدكم كهرباء، بدكم كهرباء يا جوعانين. ليش ما ترفعونا؟ ليش ما ترفعونا من دمرة؟ ليش ما ترفعونا من دمرة؟ ليش من وينية نحن طالعين مشاننا، نحن طالعين مشاننا ومشانك. بعدين انت عم تعرفون عنه. رفقة الشهداء هلا بيطلع بدكم كهرباء، بدكم كهرباء يا جوعانين. لا هذوك راح يفكوا ما راح 10 دقائق. بنأمن عليهم. بتأمن لا تكون عم شغلتنا هاي. نحن طالعين مشاننا ومشانك، لأنه كل الشعب طالعة بشاني وبشانك، بشاني وبشانكم. هذا الحكي اللي هو انحكى بال 2011 وقت الناس قالوا إنه نحن طالعين نتظاهر بشاننا وبشانكم، وبفضل الناس وبفضل الثورة وبفضل الناس اللي طلعت تظاهرت من 2011 وطالعة، بفضل هدول الناس انت هلأ واقفة بساحة المحافظة وعم تعبري على رأيك بكل حرية وما حدا عم بيقرب جنبك. فنحن يلي انقتل مليون شهيد بالثورة السورية مشانك انت، مشان انت هلا تطلعي وتعبري عن رأيك، مشان انت هلا تقدري وتطلعي وتحكي اللي بدك اياه. نفس الممارسات تبع النظام القديم، نفس الممارسات. لا، لو كان نفس الممارسات انت بتوقفي ايامها بساحة المحافظة او بتوقفي بتعتصمي مثل ما هلا واقفة، بيودوكي وراء الشمس. فشلون نفس الممارسات يعني؟ اللي كانوا ينزلوا يتظاهروا يوقفوا هيك يعتصموا كانوا يطلقوا عليهم رصاص، كانوا يتمنوا أيامها لو عملوا هيك. يعني الناس كانت أيامها تتمنى لو إنه هن يرشوهم بالمي، تتمنى لو إنه هن يضربون مثير للدموع. يا ريت يعني إنه في ناس عندها مطالب محققة، بس ليش ما عم تنزلوا غير بوقت دعوات الفلول؟ يعني عندكم غير أيام انزلوا فيها، ليش عم تنزلوا بهي الأيام؟ يعني إحنا ما بدنا نخلط بين الواحد حقه يحكي على فواتير الكهرباء وحقه يحكي على اللي بده إياه. بس ليش عم تنزل بالوقت اللي عم يدعوا فيه الفلول؟ عم تنزل ليش ما عم تنزل بوقت ثاني تعترض؟ يعني إنه هذا عم بدكم كهرباء، بدكم كهرباء يا جوعانين. لو هلا جايين تحكوا عن الكهرباء يا جوعانين، لا مو معقول هذا الكلام. يحكوا عن اللي بدهم إياه، يحكوا عن الكهرباء. إيه. بس هنا مشكلتهم إنه عم بينزلوا بالوقت الغلط، يعني هي مشكلتهم يعني. هناك حملات تقوم بها نساء منقبات بدخول بعض الأحياء. على سبيل المثال ما وثق لدينا هو دخول حي الميدان، وحي الميدان هو حي دمشقي بالأصل هو محافظ، ولكن مسيرة النساء المنقبات كانت تهدف إلى تشجيع النساء على ارتداء النقاب. من سمح لهم بهذا الأمر؟ في فيديو آخر يظهر رجل يوزع أموال لفتيات صغيرات في العمر. واضح في الفيديو أنه هناك مجموعة من الفتيات متجمعات حول بعضهن، وهناك فتاة واحدة تقف على جانب، ويظهر أنهن يحملن اللباس الشرعي. أعطى لكل واحدة منهن 5000 ليرة سورية. منقبات عم ينزلوا على الميدان ويدعوا النساء هنيك النقاب. انت عم تقولي انه الناس بالميدان مجتمع محافظ، مجتمع متعصب، يعني مجتمع محافظ. فانا اوريدي انه مجتمع محافظ، يعني اوريدي اغلبيه البنات هنيك محجبات، يعني اوريدي يعني. فهن عم يدعون لارتداء النقاب. هن حرين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هن فيهم يدعون للي بدهم اياه وهن فيهم يقتنعوا فيهم لا. يعني انت هون بتجي بامريكا باوروبا بتكون واقف بالطريق بالشارع، بيجي واحد بيشرح لك عن المسيحية، بيقول لك الدين المسيحي كذا، الطريق الوحيد إلى دخول الجنة عن طريق الدين المسيحي. بيقعد يحاول يقنعك ومدري شو، وانت بتقول له بتسمع اللي بيقول لك اياه وبتسمع، وبالاخير بتقول له شكرا اخي انا مبسوط بالدين تبعي. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل واحد من حقه يدعي اللي بده اياه ويدعي الدين اللي بده اياه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني.
أعطيهم السوق مصاري موزع عليهم كل واحد 5000 عشان يوزعوا نقاط. يعني جايبهم عم يدوروا بالشمس وعم يتعبوا وعم مدري شو، والله يعطيهم أجرتهم يعني وعم يعطيهم 5000 ليوزعوا، عم يعمل خير يعني الزلمة يعني. باسبانيا فرنسا للاداء جيراننا هيكم كلياتهم على مسافره. شوف الحجة هي شو بدها، شوف تعلم بالغيب، هي ما شاء الله على ذكائك انت، يعني انت ابدا تحقيق استقصائي يعني تبعك. قال شو؟ قال رانيا العباسي باسبانيا وكل جيرانها شهدوا انه هي باسبانيا. هي اسبانيا تبع تبع الاخرة يعني، هي الاخرة باسبانيا يمكن صارت يعني، الجنة باسبانيا يعني صارت، ولا الاخرة باسبانيا مثلا يعني، هي باسبانيا ايه. جيران كلهم شهدوا انه باسبانيا. انت من زين تجيب معلوماتك مثلا يعني، بتواليت يعني يكون شوف هذول تبع اعتصام وكرامة، والله عيب عليكم يعني، عيب يعني. لازم تستحوا تطلعوا بوش العالم، لازم تستحوا تطلعوا، قلنا لكم هذيك الحلقة لازم تستحوا تطلعوا بوش العالم. لك عملتوا الجرائم وبدكم تنكروها كمان، يعني عملتوا الجرائم وقتلتوا القتيل وبعدين بدكم تنكروا وتقولوا والله هي بإسبانيا. قتلوها، قتلوا أولادها الستة وقتلوا جوزها، قتلوها خنقوها وفي فيديو وفي إثباتات، لسه بدكم تنكروا؟ لك ما بتستحوا انتوا؟ بكفي، لازم تخجلوا من حالكم، لك تعملوا جريمة وبدكم تنكروها كمان للجريمة. رانيا العباسي ولادها قتل المجرم أمجد يوسف. رانيا العباسي ولادها نحن ما بنعرفهم ميتين من 13-14 سنة، بس بدنا نعمل دراما مشان نحرف نظر الناس عن مظاهرات المنطقة الشرقية والفيضانات يلي نحن فيضنا فيها المناطق، ومظاهرات حلب والشام. بنعمل لكم فرتكة جديدة، مو بس بنطالع لكم أمجد يوسف، بل بنفتح لكم قضية رانيا العباسي وولادها وعيالها. عروس هذا الأحمر الثاني يعني، لك شو الأحمق عملوا مدري شو على أساس نحن ما بنعرف إنه ميتين من 13 سنة. ليش؟ شو عرفك أنت يعني؟ شو عرفك أنت الثاني كمان عندك تحقيق استقصائي يعني؟ شو عرف 13 سنة مات شلون يعني؟ هلا جايبين الفيديو وهلا جايبين الأدلة وقاعدين شو مشان تغطوا على الفيضانات اللي انتم عملتوها. لا انت حمار رسمي انت، ها؟ فيضانات اللي عملتوها هن اللي عملوها، ايه هن اللي عملوها، هن يعني هن مستلمين سلطة جديدة ومستلمين بلد، هن اللي بيجوا بفلتوا المي مشان يفوتوا، مشان الشعب ينتقدهم، وهن مشان يغطوا على مظاهرات دمشق. اي مظاهرات؟ هذول مسميهم مظاهرات الكم واحد يعني، 20 زلمة هذول، 30 زلمة هذول يعني مظاهرات انت حاسبهم يعني؟ كلهم فلول اساسا، حاسب المظاهرات انت هذول يعني؟ انت واحد وسخ ماشي، بكره بس ياخذوا امك واخواتك ويتلبون، بقى ساعتها اقول انه كذابين انقتلوا من 13 سنه. الجسر اللي بيربط بين حما وحلب، هذا الجسر النظام البائد قبل ما ينسحب، او مو قبل ما ينسحب، لما كانوا ان الفصائل هاجمين فراح هو دمر هذا الجسر مشان ما يقدروا يوصلوا، لو وصلوا له بطرق، فراحوا لفوا من قرنة تانية ووصلوا له بطرق أخرى يعني، فسكر عليهم دمر الجسر، اجوا لهم بطريقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مخصص للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع. سيادة رئيس الجمهورية، إذا كنت أنا أحمد طاهر، بس هذا سؤالي لإلك بس أمام الله وأمام الشعب، إذا أنت يا سيادة الرئيس وهيئة تحرير الشام أنتوا اللي سقطتوا نظام بشار الأسد، مو أنا ورب العالمين، أنا أول واحد بدي أشرك بالله، أنا هون بنص ساعة. يعني أنت بمخك رسميك يعني، بمخك الغبي يعني مو ردع العدوان والرئيس أحمد الشرع هن اللي سقطوا بشار. يعني برأيك نظام قتل مليون بني آدم مشان يضل قاعد يعني على الكرسي؟ هل هو حيسلمها هيك بسهولة يعني هل هو حيترك هيك ويمشي يعني؟ لو ما هن انهزموا شر هزيمة، صدق لو في أمل 1 بالمليون إنه يقدروا يضلوا قاعدين ما كانوا تركوا.
لا، أنا قصدي عن ولاد بشار الأسد. شو ذنبهم؟ شو ذنبهم أولاده؟ يعني هلا إنه يتحاكموا هن، هي مسألة قانونية أو يرجعوا إلى سوريا. مش من حقهم يرجعوا إلى وطنهم يعيشوا ببلدهم؟ أولاد بشار شو ذنبهم؟ أولاد بشار رجعوا ما لهم ذنب؟ ما لهم ذنب؟ لهم ذنب إنه أبوهم لهم ذنب إنه أبوهم قتل مليون بني آدم. لهم ذنب إنه هن تنعموا بالثروة اللي انشرت من الشعب السوري. يرجعوا يعيشوا كمواطنين عاديين. أوكي، يجيبوا المصاري اللي عليهم ويسلموا أبوهم للمحاكمة ويسلموا كل المصاري اللي سرقوها، وبعدين يجوا يعيشوا كمواطن عادي. بس ما بعرف انتو يعني القناة الجديدة التعلق ببشار والنظام القديم بتضلوا بتحكوا وتجيبوا سيرته، اولاده شو ذنبهم ومدري شو، مرته شو ذنبها. يعني راح، والله راح، هو راح. لما كان موجود ما كنتوا تدافعوا عنه، لما كان موجود كنتوا تسبوا على الجيش السوري، هلا صرتوا تحبوه. الاحمر وكورفت، خلينا نشوف مين بقلبها. الو مرحبا. كيفك؟ تمام؟ كيفك يا خيي انت ساعة بسوريا ساعة هون، شو قصتك؟ انا بتحول، وين ما بتشوفني بثواني بتشوفني. امبارح بعدني عم بحضرك بسوريا. بقول لك متحول. بعدين من نلق المصاري صاير بتبيع سيارات بسوريا، ما شاء الله عليك. لعيونك يا كبير، يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله عليك، الله يزيدك. انا بتعامل بالطاقة. طيب شو الوضع؟ الكون كله مسخر للبني ادم، فيعرف يتعامل مع الكون، ربنا برزق. انت لسانك حلو ما شاء الله عليك. بتتعامل انت مع الطاقة. الله سخر الكون لخدمة البشر، بدك انت تعرف كيف تستغل الكون. قصدك بدك تعرف كيف تسرق، بدك تعرف شلون تسخر السرقة تبعك. يعني سخر الكون مشان تسرق انت. تعززوا الفكرة عنا انه لازم اللي يكون معه مصاري لازم يكون حرامي. يعني اي واحد راكب سيارة لامبورجيني فيراري لازم يكون حرامي. يعني ممكن واحد يصير غني، تعلمناها هي لما طلعنا لبرا البلد، انه ممكن الواحد يصير غني بدون ما يكون حرامي. يعني بسوريا كان عندنا نحن خلاص انه يعني خلاص 70% هذا معه مصاري يعني حرامي. ممكن واحد يصير معه مصاري يعمل تجارة بدون ما يكون حرامي. يعني انتوا هيك خليتونا خلاص كل واحد معه مصاري اولاد حرامي. الدولة تتدخل بطياع على هذا العنوان. مديرية الرياضة بمحافظة حما والله عيب يعني عيب يا جود عقاد. يعني والله عيب، يعني عيب تقولوا يعني طيب منه طيب، عيب يعني والله عيب، يعني والله يعني انت انسانة محترمة، عيب يعني تقولي هالكلام. يعني مو قاعدة انت مع رفقاتك يعني عم تأردي يعني تقولي هذا الكلام. والله عيب، يعني استحي على حالك. يعني عيب. الحلقة بتمنى انه تضل العدالة الانتقالية مستمرة، ونشوف إن شاء الله كبار المجرمين معلقين على المشانة بساحة المرجع. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات. سلام.